في هذا الفيديو غادي نشارك معكم التيراميسو اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير ديالها. نحضرها معكم بجوج ديال الطرق اللي ناجحين 100%. الطريقه اللي انا كنخدم بها معتمده عندي، ممكن تخدموا بهذه الطريقه. راه التيراميسو راه مشروع مربح وتخدميها من الدار ديالك وبلا راس المال ومطلوبه بزاف من عند الكليان. والطريقه الثانيه اللي كتكون الطريقه الاصليه ديال الايطاليين. في هذا الفيديو شريت البسكوي ميكا شوك، شريته بالجمله 9. داير 23 درهم بالجمله وداير 25 درهم بالتقسيط. بغيتو الفيديو الجاي نحضروه في الدار ممكن. اليوم غادي ندير لكم غير التيراميسو، نحيدو البسكوي باش ما يجيش الفيديو طويل. هادشي علاش شريته. غادي نبداو بالسقوه. خديت 2 كيسان ديال الماء مع 2 كيسان ديال السكر مع 2 معالق ديال قهوه سريعه الذوبان، ونديرهم على النار حتى يغلى الخليط. نخليهم على جنب ونمشيو نحضروا الكريمه. عندي هنا جبن مسكربون، راه كيتباع في بيم هكا في الهري، تلقاوه هكا في المحلات. الثمن ديالو تقريبا 28 درهم، كاين اللي يديرو 25 درهم في هاد الحدود. غادي نطربه مزيان بالطراب الكهربائي، وحنا نضيفو على الكريمه. ضروري تطربوه بوحدو يكون بحراره المطبخ باش ما يتحبب لكمش في الكريمه. بالنسبه للكريمه خديت نص يوترو ديال الكريمه السائله، استعملت ماجيك، استعملوا اي كريمه عندكم. هاد الكريمه عندي انا حلوه دونك استغنيت على السكر، ضفت غير السكر بنكهه الفاني، يعني غير الفاني اللي كان عندكم باش تنكهوا به وصافي. غادي نطلع الكريمه تقريبا 60%، ما نطلعهاش 100%. نضيف عليها داك الجبن اللي كنا طربناه في الاول، ونضيف عليها تقريبا 3 ديال المعالق ديال القهوه اللي وجدنا في الاول وخليناها بردات. صافي غادي نمزج المكونات مع بعضياتهم. الاحسن تستعملوا غير الطرب اليدوي العادي باش ما تجيكمش الكريمه ثقيله بزاف، او يعني ما تجيش عاقده بزاف. غادي ناخذ البسكويت ديال التيراميسو لي بيضوا، غادي نحاول انني نديرهم في القهوه اللي وجدنا في الاول. ممكن تستعملوا اكسبريسو، هي شحال ما كانت القهوه مزيانه النكهه ديالها واضحه كتجي زوينه بزاف في التيراميسو. انا لا لاحظتو انا غير دقيقه، يعني غير كندخل هذاك البسكويت كنخرجو ما كنخليهش نفس الساعه كيرطب. صافي غادي نستو في الاول كالطبقه الاولى، من بعد نضيف الكريمه اللي وجدنا في الاول كطبقه، وكنزيد مور الكريمه كنزيد طبقه ديال البسكويت، وعاد كنزيد الكريمه من الفوق، وكنبلع هاد العلب وكندخلهم الثلاجه. كيبقاو في الثلاجه حتى ل5 ايام مزيانين، ما يبقى لهم حتى شي حاجه. وقتاش ما تبغيوهم اللي يبغيهم الكليان كديري فوق منهم الكاكاو وعاد كتقدميهم. يعني الكاكاو ما كنديروش دابا نهائيا، حتى كنبغيو نخرجوهم اولا نبغيو ناكلوهم اولا نقدموهم للعائله، عاد نديرو فوق منهم الكاكاو. اما هذه اللي غادي نوريها لكم دابا، هذه الناس اللي كيبغيو الكاكاو بزاف، يبغيو هاد النكهه مهززه يعني في التيراميسو، واللي يبغيو حتى المنظر يجي بحال هكذا، ممكن ديروا الكاكاو في الطبقه ما بين الكريمه والبسكويت. انا غادي نحتفظ بهم بحال هكذا في الثلاجه، وممكن تحتفظوا بهم حتى في المجمد بحال هكذا، غيكونوا مبلعين مزيان ويكون المجمد ما فيهش شي ريحه واحده اخرى. غتخليوهم في الثلاجه يبقاو حتى لشهر ما عليهم حتى شي حاجه. كما قلت لكم ما يشموا لكمش غير الريحه ديال الثلاجه، يعني خليوهم مسدودين مزيان، ما ديروش شي حاجه بحال الثومه بحال شي حاجه اللي تشم لكم الريحه. دابا غادي نوجدوا التيراميسو اللي بالبيض. في الاول درناها بلا بيض لان كاين بزاف ناس ما يبغيوش البيض، ولكن التيراميسو الاصليه كيكون فيها اصفر البيض. هنا عندنا صفر 2 بيضات. غادي نضيف عليهم 2 معالق ديال السكر سنيده ونديرهم باماغي، ونبقى نحرك هذا البيض حتى يذوب ليا السكر، ماشي حتى يطيب، غير يذوب السكر ويخفف لينا البيض وصافي. يعني كنعقموه وصافي، لان الوصفه الاصليه البيض كاع ما كيطيبوه كيديروه مباشره. على جنب غادي نحضروا الكريمه اللي غادي نحتاجو. نفس الشيء هنا غادي نديروا الجبن، ممكن تستعملوا اي جبن يعني كيعجبكم كتعجبكم بنته. الجبن اللي يجي مع التيراميسو هو اللي يكون يعني بلا سكر، ما فيش شي بنه، كيكون عادي طبيعي، هو اللي كيجيكم مع التيراميسو. ممكن تستعملوا غاستروميكس، ممكن تستعملوا هو الرخيص كاع يعني اقتصادي، ممكن تستعملوا فيلادلفيا او الماسكاربون، هو الجبن الحقيقي ديال التيراميسو، غير هو شويه غالي. كاين الناس اللي كيبدلوه، ممكن دير حتى جبلي، كاين اللي كيبغي يدير جبلي يديروا جبلي ماشي مشكل، سيرتو اللي كنتي ديرها لدارك. صافي انا المهم هنا طلعت نص يوترو ديال الكريمه سائله عندي حلوه ماجيك، ما كنضيفش السكر. طربت تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الجبن. هنا استعملت كاستروميكس، ممكن تستعملوا كما قلت لكم ماسكربون، الوصفه الاصليه فيها ماسكربون. ضفت عليها الصفار ديال البيض اللي عقمناه، كنت ضفت له واحد الكيس ديال الفاني باش يعطينا واحد النكهه زوينه. ممكن تستعملوا الفاني ليكيد احسن، يعطيكم بنه احسن. من بعد ما خلطنا البيض مزيان مع هذاك الجبن حتى ما بقاوش هكذاك الكتل، سيرتو الجبن يكون بحال المطبخ. صافي غادي ندمج دابا المكونات مع بعضياتهم، ما نبالغوش في الخلط باش الكريمه ما تجيناش عاقده بزاف، ما تجيش ثقيله، حتى في الماكله تجي خفيفه.
غير نخلطو من الاحسن الطرب اليدوي باش ما تزيدش طلع لنا الكريمه. هنا غادي نخففها انا شويه ديال القهوه، 2 معالق 3 ديال القهوه على حسب الكريمه. نتوما كتذوقوا نتوما تشوفوا القوام ديالكم كي بغيتو يكون. بغيتو الكريمه تكون خفيفه، كاين الناس يبغيو الكريمه خفيفه بزاف في التيراميسو، كاين الناس اللي بغيوها عاقده، داكشي على حسب الاختيار ديالكم. هاد التيراميسو ديال البيض اختاريت باش انني نديرها في هاد المول ولا في هاد الكادر. ممكن تستعملها في المول ديال الزاج حتى هي كتجي مزيانه. اول حاجه غادي ناخذ البيضواق ولا البسكويت ديال التيراميسو، غادي نبداو نغمسوهم في القهوه. كاين اللي كيديرهم في الحليب ولكن الاساس هي القهوه كيجي احسن. غير كندخل كنخرجها ثانيه غير ثانيه، يعني غير كنحاول انني نفخها كامله بالقهوه وكنحيدها، ما كنخليوهاش بزاف في القهوه باش ما تهزش لينا بزاف ديال القهوه لينا في الساعه كتشرب. غادي ندير الطبقه الاولى ديال الكريمه، نسرحها مزيان. ممكن ترشوا الكاكاو اللي عنده الكاكاو نوعيه جيده، ضروري ما تستعملوا كاكاو نوعيه جيده في التيراميسو. انا كنستعمل فيهم ديال الاكياس ايديالا ولا اكبيل اللي كان عندكم. من الاحسن النوعيه الجيده، ما تستعملوش اللي كيكون اللون ديالو كحل او اللي كيكون مر بزاف وكيكون اللون ديالو بني فاتح ومذاقو زوين. غادي ندير لي بيضوا، غادي نعكسهم هاد المره، ندير العكس ديالهم، وغادي نزيد طبقه ديال الكريمه، نسرحها مزيان، نساوي لها الوجه ديالها وندخلوها للثلاجه. هي من الاحسن التيراميسو تبات ليله كامله ولا على الاقل 6 ديال الساعات، وعاد ممكن تزينوها وتقدموها شحال ما بقات، شحال ما البسكويت كيشرب هذيك القهوه وكيتجانسوا المكونات مع بعضياتهم وكتجي ألذ واحسن. واحد الملاحظه ما شرتش ليها بالنسبه للتيراميسو ديال البيض، كما قلت لكم هي التيراميسو الاصليه الايطاليه اللي معروفه، وفي الاول درتها بلا بيض حيت كاين الناس اللي ما كيبغيوش البيض، ولكن راه ما كاينش فرق بينها وبين اللي فيها البيض، كيجيو بحال بحال. اللي ما يعرفش يعني وماشي بحال يعني ماشي اللي شافوا هذا ما كيميزوش ما بين التيراميسو العاديه والتيراميسو اللي فيها البيض، لان ما كيجيش باينه مذاق ديال البيض ولا الريحه ديال السفوريه ديال البيض نهائيا ما كتجيش باينه. دابا غادي نمروا للمرحله ديال التزيين. بالنسبه للتيراميسو ما عندهاش تزيين مختلف من غير الاصل ديالها، يمكنش نغيروا، ضروري ما نمشيو نتبعوا يعني الاصل ديالها. غادي نزينوها بالكاكاو، غير ممكن ديروا بحال هكا مثلا درت انا معلقه فرشيطه باش تعطينا تزيين زوين. ممكن تكتبوا مثلا تاخذوا ورقه وتكتبوا فيها تيراميسو بالفرنسيه وتقطعوا هذيك التيراميسو ديك الكتابه اللي كتبتو وديروا هذيك الورقه هكا فوق من هذا المول، وديروا الكاكاو في الاول وعاد تحطوا الورقه وديروا فوق منها السكر كلاصي باش تجي تيراميسو مكتوبه بحال هكاك، يجي المنظر ديالها زوين. حتى في العلب باش تتبيعوهم بحال هكاك تجي مكتوب فيهم ديك التيراميسو، سورتو الناس اللي ما عندهمش تيكي كيجي المنظر ديالها زوين. غير هي باش يجي المنظر ديالها زوين اكثر ضروري ما توصلوها حتى للحرف، يعني الكريمه كنوصلوها حتى للحرف ديال المول، سواء درتو المول ديال الزاج او درتو الكادر بحال هكذا او العلب كتوصل الكريمه حتى للفوق. يعني ضروري ما يجوش جوج طبقات ديال البسكوي مع جوج طبقات ديال الكريمه، يعني تجي عاليه. الناس اللي بغاو ياخذوا هاد التيراميسو او هاد التحليات يديروهم مشروع، انا كنفضل انكم تشريو الحويجات بالجمله، من الاحسن لكم. الكريمه راه ما كتخسرش، شريو الكرتونه الكبيره ماشي ديال البيدو، ديال البيدو كيخسر، ولكن ممكن تشريوه ديال الكرتونه كتبقى لكم مده طويله فيها لاطات ما كتخسرش نهائيا، ما عندها ما يوقع لها. البسكويت تشريوه بالجمله ولا تحضروه في الدار، تحضروه في الدار حتى هو كينقام اقتصادي. بغيتو الوصفه ديال البسكويت مرحبا والف مرحبا، نحطها لكم فيديو منفصل. هي كيف ما كان الحال فالتيراميسو ديال الدار كتنقام لينا اقتصاديه على اللي كتباع على برا في المحلات، في المحلات الكبرى كتكون غاليه. البنات اللي كياكلوها على برا يقولوا لي هاد القطعه هاد المرسول اللي قطعت انا شحال داير برا في المحلات الكبرى كيكون باهي الثمن. البنات غادي ياكدوا لكم في التعاليق اني تحضريها في دارك غادي تشبعي منها انت وليداتك تنقام لك احسن. اختاروا لي الفيديو الجاي شنو بغيتو يكون، واش حلا خشخاش ولا فيديو على الاثمنه، كيفاش نخرجوا الاثمنه ديال البيع ديال كل حاجه. واللي بغات تاخذ من عندي التحليه ولا حلا خشخاش او التيراميسو، كاين بزاف ناس كيتشهاو وانا عارفه هذا الشيء. غادي نخلي لكم هنا الانستغرام ديالي وصندوق الوصف. اللي بغات تجي عندي الانستغرام سورتو الناس اللي البنات اللي حاملات راه حقك يوصلك حتى لباب الدار، غير خلي ليا غير ميساج وان شاء الله نصيفط لك.